السلام عليكم. النهارده احنا جايين نعمل مراجعه على موبايل من احدث الموبايلات اللي نازله للسوق المصري ومن اشهر الموبايلات، وهو في اشهر سلسله موجوده تقريبا في السوق المصري، وهي سلسله الاي من سامسونج، واشهر جزء فيها وهو السامسونج اي 50. والنهارده مع بعض جايين نتكلم عن موبايل السامسونج اي 56 واللي هو نازل يتحدى بقوه موبايل ريلمي ال 14 برو بلس اللي احنا عاملين له مراجعه كامله هتقدر تلاقيها عندك هنا في الاي اللي فوق. خلص الفيديو ده وبقى روح اسمعه، وكمان انزل اعمل سبسكرايب ولايك علشان تستنى المقارنه اللي انا بجهز لها ما بين السامسونج اي 56 والريلمي 14 برو بلس. فيلا بقى من غير ما نضيع وقت كتير نبدا في مواصفات الموبايل. واول حاجه كالعاده هنبدا بيها وهي التصميم. الموبايل ده جاي بوزن 198 جرام مع تصميم من الزجاج وفريم من الالومنيوم، والتصميم جاي بشكل بسيط وانيق، وجاي لك في الجنب كده وحده الكاميرات محطوطه في اطار واحد نفس اللي كان موجود في سلسله الزي، وده تقريبا هيكون اتجاه سامسونج في كل تصميم موبايلاتها للسنه دي. والموبايل جاي بمقاومه ماء واتربه اي بي 67، يعني ممكن تنزله تحت الميه بمسافه متر لمده نص ساعه. وبعد كده لما نقلب الموبايل هنبص على حاجه من اجمل الحاجات في الموبايل وهي الشاشه جايه بمقاس 6.7 من نوع سوبر اموليد بتردد 120 هرتز، وبتوصل لعند 1900 نتس في البيك برايتنس اللي بتخلي لك اضاءه الشاشه ممتازه جدا ومرئيه جدا تحت اشعه الشمس، وبيدعم خاصيه ال HDR 10 بلس. والشاشه برضه بتحتوي على البصمه المدمجه فيها، ودي تجربه البصمه قدامك. فبصراحة الشاشة دي أنا شايفها ممتازة جدا، وهتدي لك مزيج كويس جدا عشان لو أنت عاوز تتفرج على محتويات على الشاشة بتاعة الموبايل. واللي هيكمل لك التجربة دي هي الصوت. والموبايل عندنا جاي في جزئية الصوت بسماعات من نوع استيريو هتقدم لك صوت عالي ونقي. وكمان الموبايل للأسف ما بيدعمش مدخل ال 3.5 مللي. وبعد كده تعالوا نتكلم عن نظام التشغيل ومساحات التخزين في الموبايل. الموبايل جاي بواجهة ال One UI 7 واللي مبنية على اندرويد 15، وسامسونج بتضمن لك 6 سنين تحديثات للموبايل ده. اما بالنسبه لمساحات التخزين فالموبايل ده جاي بثلاث اشكال لمساحات التخزين: 128 جيجا مع 8 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 او 12 جيجا رام، مع نوع ذاكره سريع جدا وهو اليو اف اس 3.1. اما بقى بالنسبه لجزئيه الاداء فالموبايل جاي السنه دي بمعالج جديد وهو الاكزينوس 1580 اللي بتقنيه الاربعه نانومتر، وبمعالج رسوميات اكليبس 540. والمعالج ده في الاداء اليومي هيقدم لك اداء ممتاز جدا. الموبايل فعليا هياكل معاك اي حاجه من غير ما هتحس ان هو هيأثر فيها وياكل منك حلو. اما بقى بالنسبه للالعاب فده موبايل فئه متوسطه، فبالنسبه لاي العاب من الالعاب المتوسطه الموبايل هيأدي فيها كويس جدا وهيشغلها لك على اعلى جرافيك. اما بالنسبه للالعاب القويه فالموبايل هيشغلها لك على جرافيكس متوسطه ولكن هيدعم. فبالنسبه للعبه زي بابجي مثلا الموبايل هيدعم 60 فريم ثابت. طب هل بقى انك لما تضغط على الموبايل ده الموبايل هيستحمل ولا لا؟ فهو اكيد هيستحمل بفضل البطاريه اللي جايه بسعه 5000 ملي امبير، واخيرا جاي بشحن سريع 45 واط على عكس السنه اللي فاتت اللي كان ب 25 واط. ودي طبعا كانت ميزه بنشوفها من سامسونج في الفلاج شيبس بس، ولكن انهم نزلوها في الفئه المتوسطه فدي ميزه كويسه. وعلى ذكر الفلاج شيبس فهم برضو ما حطوش الشاحن في العلبه، فانت هتضطر انك تشتري الشاحن بشكل منفصل بره الكرتونه بتاعه الموبايل. وتعالوا بقى نتكلم عن الحاجه اللي بقت بتهم اغلب الناس دلوقتي وهي الكاميرات. الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر: الكاميرا الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل وبتدعم الاو اي اس، والثانيه عدسه واسعه بدقه 12 ميجا بكسل، والثالثه هي العدسه المايكرو. والموبايل بيجي بكاميرا اماميه بدقه 12 ميجا بكسل. فللاسف السنه دي برضو مش هنشوف كاميرا تيلي فوتو في موبايلات الفئه المتوسطه، لان ده اعلى موبايل من سامسونج السنه دي في الفئه المتوسطه. ولكن لو انت عاوز الكاميرا التيلي فوتو فممكن تروح لموبايل زي الاس 24 اف اي اللي ممكن برضو نعمل له مقارنه مع الموبايل ده لو انتوا حابين. وتعالوا بقى نتكلم عن الصور واوريكم امثله الصور. بالنسبه للكاميرا الاساسيه هتطلع لك صور ممتازه جدا، دايناميك رينج مظبوط، وتفاصيل ممتازه بفضل ال 50 ميجا بكسل اللي معموله بيها الكاميرا. وكمان السنسور ده هيطلع لك دايناميك رينج ممتاز، وفعليا هيطلع لك صور مرضيه جدا. اما بالنسبه للكاميرا الالترا وايد فهتقدم لك صور مرضيه جدا مقارنه بالموبايل وبسعر الموبايل اللي هو نازل فيه، ومقارنه باغلب الموبايلات اللي في نفس فئته السعريه كمان. هتقدم لك صور مرضيه الوانها مشبعه وفعليا هتحبها، ولكن انا اصلا ما بستعملش الكاميرا الالترا وايد فيعني ايه ما اقدرش انصحك بيها. وبالنسبه للكاميرا المايكرو هو لازم تقرب من الحاجات على بعد تقريبا 4 سم عشان تقدر تاخد بيها صور كويسه، وهي كاميرا مش مستعمله قوي ولكن هي بتتحط كده ايه فوق البيع. وبالنسبه للكاميرا الاماميه برضو فسامسونج بصراحه في الكاميرا الاماميه ممتازه، مش هتحس ان الكاميرا بتقدم لك تجميل او اي حاجه، لا الوان الصور كويسه والكاميرا فعلا مرضيه. وبالنسبه بقى للفيديوهات في الموبايل ده بتوصل لعند 4K وطبعا بتدعم الاو اي اس، ودي برضو تجربه الفيديوهات
فيديوهات قدامك علشان تقدر تحكم عليها بشكل كويس. فيديوهات ثابته، الوان مظبوطه، وفعليا نفس اداء الكاميرا الاساسيه بتاعه الموبايل في الصور، مش هيقل تميز خالص في الفيديوهات. الخلاصه بقى ايه في الموبايل ده؟ اول حاجه احنا نتكلم عن سعر الموبايل. الموبايل تقريبا جاي بسعر $500 اللي هي تقريبا بالمصري 25000 جنيه، وطبعا هيكون نازل عندنا في مصر بسعر ازيد شويه من كده، يعني ممكن يتخطى حاجز ال 30000. طب هل هو بقى قيمه مقابل السعر ولا لا؟ يعني انت لو تدفع فيه 30000 هل هو قيمه مقابل السعر ولا لا؟ هو بيقدم قيمه مقابل السعر، بيدي لك اداء جيد، شاشه ممتازه جدا، بيدي لك كمان كاميرات، وكمان ميزه كبيره ان الموبايل ده هيجي ب6 سنين دعم للتحديثات. ولكن بالنسبه لي انا مش هفضل موبايل زي ده، لانك ممكن توفر لك بتاع 10000 جنيه وتشتري موبايل ارخص منه، وهو السامسونج A36، ومن سامسونج برضه ومن سلسله الاي، وبنفس التصميم تقريبا، واغلب المميزات قريبه من الموبايل ده. وكده كده انا ناوي اصلا اعمل مقارنه ما بين الموبايل ده اللي هو سامسونج A56 والاي 36، فانزل اعمل سبسكرايب عشان تكون مستني المقارنه، ووقتها هتقدر تحكم هل انت محتاج تجيب الاي 56 ولا تخليك في الاي 36 وتوفر فلوس. وبس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب ولايك انزل اعمل سبسكرايب ولايك عشان تستنى كل الفيديوهات الجديده، واشوف وشك على خير.